وقفنا الحلقة اللي فاتت عند إن إحنا صحينا الصبح يوم العيد، صوت الصلاة في كل مكان. نخرج من صلاة العيد مبسوطين ونجري على البيت عشان نلبس اللبس الجديد، وتبدأ تاني أكبر بهجة وفرحة طال انتظارها. مرحلة تجميع العيدية. نلف بقى على قرايبنا وكل مكر نتظاهر بالبراءة وإحنا عينينا هتطلع عشان نشوف الفلوس الجديدة ونعرف هناخد كام. كانت ولا زالت أعتقد عادة إن أهلنا قبل العيد بيروحوا البنك وبيغيروا فلوس قديمة برزم فلوس جديدة وفئات صغيرة، عشان كان بيضحك علينا بسهولة. ممكن تاخد 5 جنيه عادية، بس اربع أو مصاص تحس إنك بقيت من الأعيان. وندخل بقى على مرحلة محاسبين البنك الدولي وتقسيم العيدية على هنشتري أنهي لعبة والبومب بكام والصواريخ بكام، عشان لما اللي معانا يخلص. الايس كريم والحلويات والبيبسي والكشري اللي في حد ذاته من مظاهر استقبال المصريين للعيد، وده ياخدنا الواحد من أطعم مظاهر العيد في مصر. الكحك، البسكوت، الغريبة. وكبرنا شوية وسمعنا عن البيتي فور، ما كانش موجود قوي في العموم زمان. كنا بنسهر في البيت وتاتا تاتا تتجمع ستات العيلة وتشم ريحة الكحك في كل حتة، سهرة ولا 2 للصبح. أغاني العيد ورمضان شغالة والولاد بيلعبوا ويتنططوا في كل حتة. وعلى الفجر يجي حد وياخد الصاج بتاع الكحك ويوديه الفرن يسويه ويرجع بيه، وكل الناس ماشية تتباهى بكحكها شكله ايه ولونه ازاي، بس محدش يمد ايده غير ست البيت عشان تدوق وتطمن. وأول يوم بعد صلاة العيد يبقى الفطار كحك وبسكوت وشاي بلبن. أيام رمضان بقت تجري بسرعة، كل سنة وإحنا كلنا طيبين. ربنا يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال.